شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نواصل إن شاء الله في ما يتعلق بنفحات رمضانية، هذه النفحات التي نقف فيها إن شاء الله في كل يوم مع معنى من معاني هذا الصيام، ومع تدريب عملي يريده الله تبارك وتعالى لنا. في كل يوم نكتسب معنى إيجابيا، وسؤال المعنى هو السؤال المركزي الذي لا بد أن نلتفت إليه لعلكم تتقون. هذه الإجابة التي يعني تجيب لكل سائل لماذا أصوم، لعلكم تتقون، ولكن نحن نتدرج معها إن شاء الله حتى نستطيع أن نستكمل هذا البنيان الذي يريده الله تبارك وتعالى لنا في كمال الإيمان وكمال الإسلام وكمال الإحسان. نأتي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن معنى مهم جدا نستكمل به ما تحدثنا به في الحلقة الماضية، وهي الإرادة القوية. الإرادة القوية التي هي ربما تكون بداية الاستعداد لاستكمال الطريق، فإن هنالك معنى آخر يكمل لنا هذا المعنى، وهو نهايات الطريق، وهو الاستمرار على النهج، الاستمرار على الطريق، وذلك لا يكون إلا بالصبر. فالصيام يعلمنا الصبر، لا تكاد تجد معنى يعمق الصبر مثل الصيام. ولذلك ذهب العلماء وذهب العارفون بالله سبحانه وتعالى وبأحكامه إلى أن الصلاة تندرج في أبواب الذكر، والصيام يندرج في أبواب الصبر. ولذلك الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. فنلاحظ أن الصيام يورث الإنسان الصبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. فأنت إذن في شهر الصبر أخي العزيز، أخي الصائم، الصائمة، لا بد من أن ندرك أننا في دورة تدريبية عن الصبر. والصبر كما هو معروف هو حبس النفس، كيف تحبسها عن كل ما لا يليق بها، وكيف تحبسها أحيانا عما يليق بها، كيف تجعلها صامدة محتسبة منفذة لأمر الله، وهذا معنى من معاني الصبر. وكيف في نفس الوقت تمنعها وتحبسها عما يدنسها وعما لا يليق بها. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى عن قضية الصبر، أو تكلم القرآن الكريم عن موضوع الصبر، وأن هؤلاء الذين صبروا يوفون أجرهم بغير حساب، وجاءت آيات كثيرة جدا، أكثر من 70 آية ربما في كتاب الله تبارك وتعالى تحثنا عن الصبر، أمرا به ونهيا عن ضده، والحديث عن ثوابه والحديث عن الصابرين، وكيف أننا نكون إن شاء الله من هؤلاء الذين صبروا. ولكن هنالك 3 معاني أساسية في موضوع الصبر الذي نتعلمه من الصيام. الصبر على طاعة الله، فأنت أمرك الله تبارك وتعالى بالصيام فصمت، هذه طاعة فتصبر عليها. فيها جوع، نعم فيها جوع، فيها عطش، نعم فيها عطش، فيها مخالفة للشهوات، نعم فيها، ولكن أنت مطالب بطاعة الله، لأن طاعة الله فيها النجاة، طاعة الله فيها الجنة، طاعة الله فيها الثواب، طاعة الله فيها اللذة الأبدية، فيها رضوان الله تبارك وتعالى، فيها رؤية الله عز وجل. إذن أنت تصبر على طاعة الله ومستحضر كل هذه المعاني. وكذلك الصبر عن المعاصي، كما أنك تصبر على الطاعات تصبر عن المعاصي. فليست حياتنا كلها طاعات، هنالك معاصي نهينا عنها، وهنالك طاعات أمرنا بها. فكما أننا نصبر في الأوامر، كذلك نصبر عن النواهي، نصبر عن المحرمات. والمحرمات كثيرة: محرمات الخمر، محرمات الفواحش، محرمات البغي، محرمات العدوان، محرمات الربا، محرمات السياسة من مظالم وطغيان، محرمات كثيرة جدا. الله عز وجل قال لك: والله هذا الصيام يجب أن تتعلم في مدرسة الصيام أنك كما تصبر على طاعات الله تبارك وتعالى تصبر كذلك عن محارمه. فإذا كانت النفس تدعوك إلى مخالفة أمر الله قل لها لا، هذه مخالفة. إذا أرادت لك أن تذهب في الفواحش تقول لها لا. إذا أرادت، لكن هنا الفرق طبعا بين من يجعل مسألة الإرادة القوية التي تكلمنا عنها بدل أن يجعلها حالة مؤقتة، الصبر يحولها إلى حالة دائمة ومستمرة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى لا بد أيضا أن يكون مستحضرا ونحن نؤدي هذا الصيام.
إذن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله والمحرمات والمنهيات، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. ربما كثير من الناس يذهبون إلى هذا المعنى الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المعنى الصحيح هو حاضر أيضا، لكن لا بد أن يعزز بمعنى الطاعة، صبر على الطاعات، والصبر عن المنهيات والمحرمات، والصبر على أقدار الله إذا وقعت. فالصبر على أقدار الله عندما تقع لا بد أن يكون إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعض الناس تجده يعني يتعب جدا، والصبر هو أولى محطات القبول بأقدار الله، لأنه ما بعدها عندك الرضا، وأكثر منها عندك الشكر. فأنت إن لم تكن صابرا لن تكن راضيا، وإن لم تكن راضيا لن تكون شاكرا. إذن الصيام يعلمك كيف تصبر، والصبر في المحطة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، جاءتك مصيبة من المصائب تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المعنى يعلمك إياه الصبر، يعلمك إياه الصيام. فالصيام الذي فيه كل هذا التدريب، الامتناع عن المطاعم والمشارب والملذات، وأن تعلم نفسك إذا كان حتى اعتدى عليك شخص من الأشخاص. في مدرسة الصيام يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاول أي شخص أن يعتدي عليك فإنما عليك أن تتذكر وتقول إني صائم إني صائم، يعني فلا لقو ولا رفث ولا جدال ولا عدوان. لماذا؟ إني صائم. هذه المدرسة التي نتعلمها من القرآن، مدرسة الصبر، ليكون الإنسان إن شاء الله صابرا في نهاية المطاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره، وعلى رباه تنزل القرآن.